بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة ليلة النصف من شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. في شركة اسمها سندي الهندية، مع إن الشركة دي لسه تم إنشائها عام 2022، يعني تقريبا من حوالي 3 سنوات بالظبط، في منطقة سورات في الشمال الغربي للهند، إلا إنها شركة صدرت بكميات كبيرة جدا وأصبح لها صيت عالمي في مجال الغزل والنسيج، واهتمت الفترة الأخيرة بالغزول الفانسيار وأيضا الغزول المعدنية، إضافة إلى الغزل التقليدي من الاسبناط والبوليستر والقطن. عندنا برضو شركة ريتر، مع إنها أنتجت مكنة تدوير اللي هي أوتو كونر تراس 338 من 10 سنين، إلا إنها الفترة الأخيرة حدثت الفونيات بتاعة شفط مكنة التدوير. حدثت الفونيات ديت، فالإنتاجية زادت حوالي 3%. الأهم من كل ده، تعرفين الكهرباء غالية جدا، والناس بتهتم بالمكن الجديد عشان استهلاك الكهرباء قليل. انخفاض استهلاك الكهرباء حوالي 13%. عندنا خبر أخير، من النفايات إلى خيوط ذات قيمة. من أفضل الشركات اللي بتعمل عوادم هي شركات تورتشر أو ماكينات تورتشر. في شركات كتيرة جدا دلوقتي في الهند إنتاجها متوسط 30 طن يوميا من نفايات العوادم. الأغلبية بيعملوا 50% عوادم و50% فيرجن، وبينتجوا لحد نمرة 40/1. وأكتر حاجة بينتجوها هي خيوط الشانيهات أو الميلانجيار، وبتستخدمها على طول شركة الشرابات. يعني شركات الشرابات بتستهلك كميات كبيرة جدا من خيوط الشانيهات، وأصبحت ذات قيمة مضافة لمصانع الغزل. تحياتي لحضراتكم، مهندس محمد كمال معتمد.